مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتسي الدوري الانجليزي. فيديو النهارده عن تشكيلتي للجوله السادسه وتغييراتي اللي انا هعملها قبل الديدلاين، واحسن بدايل لجاكسون لو انت بتفكر تبيعه، ومين هي اهم اللعيبه او الدفاعات اللي محتاجين نراهن عليها في الجوله الجايه او بعد كده بجولتين ثلاثه. تشكيلتي هتكون عباره عن 3-4-3. في حراسه المرمى اونانا، خط الظهر مكون من 3 لعيبه، بيرفيز، ستيفينيان، وشيلويل، وجابرييل لحد دلوقتي اللي هيكون ليه بديل زي ما هتشوفوا دلوقتي في التغييرات. مش هدخل الجوله بجابرييل، ولكن هو المدافع اللي انا حاطه في الملعب دلوقتي. نص الملعب مكون من 4 لعيبه، راشفورد وميتوما ومبويمو، واخر واحد في نص الملعب هو رحيم ستيرلينج اللي هصبر عليه برضو للجوله الثالثه. زي ما اتكلمنا من اول ما اشتريته ان احنا لازم نستهدف اللعيبه دي لاربع او 5 جولات، علشان طول ما ماتشاتهم سهله، طول ما هم عندهم فرص ان هم يسجلوا. في الهجوم عندي 3 لعيبه، ايرلينج هالاند كابتن، خوليان الفاريز، واخر واحد جاكسون اللي برضو هصبر عليه الجوله دي. وده بياخدنا لاهم اللعيبه اللي احنا محتاجين نبص عليها الجوله الجايه لو احنا بنبيع جاكسون. انا بتكلمش عن نفسي، انا مش هبيع جاكسون الجوله دي وهصبر عليه، ولكن انا بعرض بدايل للناس، للي بيفكر ان هو يخلص من جاكسون. مين اهم الناس اللي انت محتاج تبص عليها او تستهدفها؟ رقم 1 طبعا هو خوليان الفاريز، 6.8، متوقع ليه مساهمات كتير جدا الفتره الجايه او استمراريه مساهماته. الراجل لعب الاربع ماتشات اللي اتلعبوا او ال5 ماتشات اللي اتلعبوا لعب فيهم ال90 دقيقه كلهم، ما طلعش في ولا ماتش. فطبعا ده معدل كويس جدا لدقايق مع بيب جوارديولا، وكل ده بيرجع لاصابه دي بروين. زي ما اتكلمنا في اول السيزون خالص ان الفاريز هيبقى واحد من اكتر الناس اللي ليها دقايق، وهيقدر ان هو يساعدك جدا تطلع في الترتيب لانه مازال ديفرنشال. تاني واحد ارشحه مكان جاكسون هو موريس لاستهداف الجوله الدبل. اهم واحد في الدبل هيكون موريس، وهيكون اختيار ديفرنشال كابتن ضد ايرلينج هالاند، لان دايما الدبل يا جماعه بيكون كويس حتى لو الماتشات نسبيا صعبه، على الرغم ان هي الجوله دي بالنسبه لموريس سهله، ولكن مجرد حضوره في الماتشين وانتظار اي مساهمه في ماتش واحد هيضمن لك على الاقل 8 او 9 نقط ممكن ما يسجلهمش حد تاني. فممكن ان انت تلعب ديفرنشال كابتن ضد هالاند بموريس في الجوله السابعه، وبعد كده تمشيه الجوله الثامنه او التاسعه لو انت بتعمل وايلد. يعني موريس هيبقى حل مفيد جدا لكل الناس اللي هتعمل وايلد في الجوله الثامنه او التاسعه زي ما انا هعمل بالظبط. اخر واحد في المهاجمين ارشحه لك الجوله دي لو بتبيع جاكسون هو ادوارد كريستال بالاس، سعره في المتناول. عندهم ماتش فولهام في ملعب كريستال بالاس. فولهام دفاعها الاكسبكتد جول كونسيدد الاحتمال يقبلوا جوان كتير جدا، وارد جدا ان ادوارد يكون واحد من الديفرنشالز اللي يتالقوا في الجوله دي. 3 مهاجمين لو انت بتبيع جاكسون، الاولويه لالفاريز، تاني واحد موريس، وتالت واحد هو ادوارد كريستال بالاس. النقطه اللي عايز اتكلم فيها بعد كده هي نقطه دفاع عن نيوكاسل اللي اتكلمت عنه الجوله اللي فاتت، وكان هو الرهان الكويس جدا في الجوله. والناس اللي لعبت بدفاع نيوكاسل او دبل دفاع نيوكاسل قدروا ان هم يطلعوا كتير جدا في الرانك في الجوله دي. فانت لو عايز تلعب دبل دفاع نيوكاسل الجوله الجايه اعمل كده، ما تترددش. هم احسن مدافعين في الوقت الحالي، لان كل الدفاعات عندنا لو ركزت هتلاقيها مضروبه او ماتشاتها متضاربه. اعتقد كلنا هنحتار في تشكيل الدفاع، هو اللي اغلبه هتلاقي ماتشاته وحشه، ولكن نص الملعب والهجوم اغلب الرهانات بتاعتنا على الورق سهله ونقدر ان احنا نراهن بيها. فارشح لك من نيوكاسل تريبيه وفابيان شار وبوتمان، اي واحد من الثلاثه. كل واحد منهم هيفرق على حسب الاستراتيجيه اللي انت بتلعب بيها وحسب وضع فريقك. انا فريقي ما يسمحش ان انا اجيب تريبيه، ولكن لو معايا الفلوس هعمل كده. انت فريقك ممكن ما يسمحش ان انت تجيب غير بوتمان بس، وما تعرفش حتى تجيب فابيان شار. فكل واحد على حسب فريقه وحسب هو هيبيع مين ومعاه كام في البنك يقدر ان هو يعمل ابجريد للمدافع اللي هو هيبيعه ده. اول واحد تريبيه لو معاك فلوسه، تاني واحد فابيان شار، تالت واحد هو بوتمان. بالنسبه لخطتي في التغييرات الجوله الجايه هتكون ان انا هدخل فابيان شار على حساب واحد من 2 مدافعين، يا اما جابرييل يا اما احمد هوزيتش شيفيلد يونايتد. هقدر ان انا اعمل ده بفرق الفلوس اللي معايا في البنك لو بعت احمد هوزيتش، واقدر ان انا اعمل ده واوفر فلوس لو انا هبيع جابرييل من ارسنال. ولكن ده هقرره قبل الديدلاين بوقت قليل عشان اشوف انا محتاج مين بعد كده من ال2 مدافعين اللي انا همشيهم دول. لو محتاج اصبر على جابرييل الجوله الجايه كمان علشان ماتش بورنموث، ممكن ان انا اسيبه وبعد كده امشيه في الوايلد. فلازم تبص للتغييره على مدى بعيد شويه، على الاقل جولتين او 3. بالنسبه لماتش برايتون وبورنموث، هيبقى ماتش من الماتشات المهمه جدا في الجوله، اللي اعتقد هيبقى فيه اهداف كتير جدا من برايتون، لان الفريق ده فعلا يا جماعه هجوميا فظيع جدا، وبيهاجم من كل النواحي، بيهاجم من العمق وبيهاجم من الشمال ويمين، وكتير جدا بيستحوذوا على الكوره، واكتر فرق مسدده على المرمى.
واكتر فرق مسجله جوان بعد الجوله الخامسه. فالماتش ده هيبقى كويس جدا لكل رهانات برايتون، ولكن المشكله انت مش قادر تتوقع مين اللي هيلعب وهياخد دقايق اكتر، خاصه بعد بدايه اليوروبا ليج. واضح جدا من الجوله اللي فاتت ان الروتيشن مع ديزيربي هيبقى حاجه مزعجه جدا، واضح ان هو هيبقى واحد من اكتر المدربين المزعجين في موضوع الروتيشن. فانا بسجل الفيديو ده قبل اليوروبا ليج طبعا، فلو انت هتتفرج يوم الخميس على ماتش برايتون لازم تركز جدا مين اللعيبه اللي هتاخد دقايق اكتر، ونحاول نتكهن مين اللعيبه اللي ارتاحت او ما خدتش دقايق كتير في ماتش اليوروبا ليج نقدر ان احنا نراهن عليها في الدوري. فانت لو معاك اي حد حطه في الملعب لحد ما تتفرج على ماتش يوم الخميس وتقيم على اساسه مين اكتر لعيب تتوقع ان هو هياخد دقايق. حبيت انقل لكم وضع فريق قبل الجوله السادسه وخطتي في التغييرات اللي هعملها قبل الديدلاين، ومين هي احسن بدايل لجاكسون لو انت بتفكر تبيعه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، هيفرق معاك كتير جدا. حاول توصل الفيديو لاكبر عدد، ولو انت بتتفرج علينا لاول مره ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لي سبسكرايب وتشغل جرس تنبيهاتك عشان يوصل لك كل جديد وتمشي معانا جوله بجوله. وما تنسوش تتفرجوا على فيديو اهم النقط قبل الجوله السادسه، هتلاقيه موجود قبل ده على طول، هيفرق معاك كتير جدا في البلان والاستراتيجيه بتاعتك. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم قريب في فيديو جديد. سلام.